Get ready with me to go to a red carpet event في دبي. خلصنا الشعر ودلوقتي هندخل على السكين كير. اول حاجه هستعملها هو الجلو تونر من شعر تقدري. تاني حاجه هستعملها هو الاي سيرم بتاع لوريال اللي هو الكافيين مع الهايلورونيك اسيد. love this eye serum بصراحه، especially the applicator، علشان الناتورال بالز اللي هنا دي بتدي كولينج افكت كده تحت العين، فبتعمل دي بافينج تو ذا ايز لو صاحيه عينيكي منفخه. تالت حاجه هستعملها هو السيرم بتاع السكين ده نايسيناميد، هو واتش تون، بحبه قوي. Don't forget your neck please. Last step for my skin is the magic cream from Taqdurri. I'm obsessed with this, as you can see it's almost over. I need to get a refill. neck. حتى لو انا ما بحطش ميك اب على رقبتي، انا اساسا ما بحطش ميك اب من بعد الخط اللي هنا ده، الحته دي تماما ما بحطش عليها اي ميك اب، لان انا بستعمل فاونديشن نفس لون بشرتي، ما بغمقش ولا بفتح. هو الفاونديشن او التنت او وات ايفر اللي بحطه على وشي لازم يبقى لون رقبتي او لون جسمي. الحاجه الوحيده اللي بحطها افتح من لون بشرتي هو الكونسيلر، بحط نقطه منه فاتحه تحت عينيا علشان بس يدي البرايتنينج افكت، فما بحتاجش احط ميك اب على رقبتي تو ماتش ماي كولر. بس ده مش معناتها ان you neglect your neck in your skin care routine. You never neglect your neck. اوعي تنسي رقبتك في اي سكين كير روتين، حتى لو ما بتحطيش ميك اب على رقبتك. it's very important ان انت تخلي بالك من رقبتك، لان signs of aging اول حاجه بتبان عليها هي الرقبه. اخر ستيب في السكين كير روتين بتاعي هو الليب اويل من نيوكس، ده الهاني ليب اويل. I love it. انا بكره العسل بروايحه بطعمه بكل حاجه، انما الريحه بتاعت الليب اويل بتاعت نيوكس هو ريحته عسل وعسل طبيعي بس حباه، تحفه، سوبر هايدريتنج. سيرم لرموشي، انا بقالي اسبوع مواظبه عليه. انا قلت لكم ان انا هستعمله لمده شهر واقول لكم النتيجه، ومن ساعتها ما استعملتوش، كنت بنساه، فحاليا مواظبه عليه بقالي اسبوع وشايفه فرق كبير جدا في رموشي. فده دلوقتي بقى جزء من السكين كير روتين بتاعي، ان انا احط سيرم لرموشي. وكمان ده سيرم جايبه لحواجبي، لان انا بحاول اطول الاطراف اللي ورا دي، بالذات ان انا حاليا قاعده بعمل ازاله تاتو لحواجبي، فبحاول اطلع الشعر اللي في الطرف ورا ده بتاعي، لان زمان كنت عامله التاتو على فوق، انا حابه ان يرجع طويل لتحت شويه. من الرفع انا دي عندي، بس كنت شايله الشعر اللي جاي نازل على تحت، كنت سايباه طالع على فوق كده زي السيف، وانا ما بقتش احب المنظر ده خالص. بحب شكل الحواجب الطبيعي على امل ان هما يطولوا، هما حاليا بيطولوا بصراحه، في شعر كتير عمال يطلع، فذاتس جود. انا مش ناويه اوقف شعر حواجبي جامد جدا والزقهم لفوق زي كل مره، فعشان كده مش مشكله لو حطيت سيرم الحواجب على حواجبي، لان انا كل الحكايه ان انا هعمل لهم بس براشنج وهرسم شعر في الاطراف، ف it doesn't require ان انا ما احطش products خالص على حواجبي. so it's fine if I put my eyebrow serum. فالبس عدسات زرقاء يعني تكون باينه قوي انها زرقاء، وحابه ان يكون لونها طبيعي ويكون حلقه صغيره. الحلقه الصغيره بتخليني تغروش لي نظري خفيف كده، بس بيدي شكل طبيعي قوي. اخترت عدسات رويال وارم بلو، دي الحلقه الصغيره عشان كده اسمها رويال. الحلقه الميديوم اللي ممكن تشوفي بيها احسن نفس اللون اسمها جلام وارم بلو، نفس اللون بالظبط، بس الحلقه اوسع سنه فمش هتبقى مغيمه نظرك جامد جدا، هتديكي برضو الشكل الطبيعي ان الحلقه مش واسعه قوي، انما الحلقه ميديوم دي سمول.
الحدقة السمول. الحدقة السمول هي اللي بتغيم الرؤية جامد جدا، انما الحدقة الميديوم بتغيم الرؤية يمكن 10-20%. الحدقة الواسعة ما بتغيمش تماما خالص على الرؤية. فاللي انا لابساها حاليا اللي هي الحدقة السمول، كل ما تكون الحدقة صغيرة او سمول يعني بتدي نظرة للعين طبيعية اكتر. البني ادم الطبيعي عينيه بتبقى حدقتها صغيرة في النور الطبيعي، انما لما بيبقى فيه هو في الضلمة وقتها الحدقة بتبقى واسعة جدا علشان تدخل اكتر كمية نور ممكنة للعين علشان يقدر يشوف في الضلمة كويس. فعلشان كده وقتها حدقة العين الطبيعية بتوسع. بس مفيش اي حد عينيه في الشمس او في اضاءة طبيعية زي كده مستحيل تلاقوا عينيه طبيعية حدقتها واسعة كده. مفيش واحدة عينيها زرقاء او عينيها بنية او خضراء او whatever تبقى قاعدة في الاضاءة اللي انا قاعدة فيها وحدقت عينيها كبر كده وتبقي شايفة الاسود اللي جوه كبير. ده ما بيبقاش كده الا في الضلمة فقط او في الاماكن اللي هي عتمة شوية او ضلمة شوية، فوقتها بيبقى الحدقة بالمنظر ده. لما تشوفي حد بقى حدقته واسعة في اضاءة زي دي اعرفي على طول ان هو لابس عدسات. انما لما بتبقى الحدقة صغيرة كده في اضاءة زي دي صعب ان انت تعرفي هو لابس عدسات او لا الا لو قربتي جامد جدا من عينيه. هبدأ بالبرايمر بتاع شارلوت تيلبري. ده فيه SPF 50 يعني سان بلوك 50 درجته او قوته 50. فانا بحبه جدا لان اولا سان بلوك في نفس الوقت برايمر، والبرايمر فظيع بيخفي المسام كلها، مش بيخفيها بس بيقللها نوعا ما بشكل ملحوظ وبيثبت الميك اب جدا. انا بحب اكتر شويه، ما تكتريش كتير علشان الفاونديشن ما يكتلش منك، بس بحب ان انا اكون مركزه البرايمر في منطقه المناخير هنا ومنطقه الخد هنا والدقن، لان دي اكتر منطقه، والحته الحاجب اللي هنا دي اكتر منطقه الفاونديشن بيقطع فيها وبيشقق فيها مع الوقت، يعني بسبب الزيوت اللي بتتكون في المناطق دي. تتأكدي ان انت عملتي لها مساج كويس جدا في بشرتك، وان البرايمر والسان بلوك اندمج كله مع بشرتك.